يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. اسمع هذه قاعدة المعصوم انتك اياها، لا تاكل سمك وتشرب لبن، لأن اللبن ما يناسب السمك. احنا يكون يعطونا سمك يعطونا لبن مع السمك، لكن بالمقابل رسول الله شو يقول؟ اسمع، يقول إذا أسمكتم فأتمروا. عافية، إذا كليت سمك اكل تمر، لأن التمر حار والسمك بارد، هاي الحرارة تقضي على البرودة، فأنت صحتك صاحية بالشتاء تاكل سمك ماكو أي مشكلة، وكل تمر خلاص هذا يقضي على هذا، فجسمك يصير شنو مولانا؟ صاحي سالم. واضح مولانا؟ الإمام الصادق ايش قال له؟ قال له أعالج الحار بالبارد وأعالج البارد بالحار. اسمع هذه، وأعرف أن المعدة بيت الداء، كل الأمراض من هذه التعبانة. واضح مولانا؟ الناس ما تراعي، يجيبها بعد كل شيء اللي كان، ما دام بالاخص هذا معزوم زين يخلون 4 أنواع الاكل 4 أنواع ياكلها. لا مو صحيح، مو صحيح. دير بالك على صحتك مولاي، هسه انت قوي باكر تطيح. اكل نوع واحد خلاص، نوع واحد او ما يتناسب مع هذا النوع الذي تاكل. زين يجيب ويعبي، يجيب ويعبي، ايش قد تحمل هذه؟ واضح مولانا؟ قال له اعرف ان المعده بيت الداء وان الحميه هي الدواء. الحميه هي الدواء. واسمع هذه، واعود بدني على ما اعتاد. شنو بدنك متعود؟ خلاص استخدمه. الان انت تشرب ماي بارد، ماي بثلج تشرب، انا مهدي ما اشرب ماي بثلج، ما اقدر. لو عطشان كلش لو اشرب شويه بثلج ما اقدر اطبق. اكل شويه بحراره انا ما اكل، انت تاكل حار تجيب وتعبي فلفل، بس انا ما اقدر، انا ما معود بدني، انت معوده انا ما معوده. واضح مولانا؟ فلا تلومني شيخنا ليش ما تاكل هيك، ليش؟ هذا طبعي، انا عودت بدني على هذا الشيء، انت عودت بدنك على، يمكن الاكل اللي تاكله يضرني، ويمكن الاكل اللي اكله انت شنو يضرك. الامام الصادق، لا تنقص صوت السماعه خليه مثل اول. زين الامام الصادق عليه السلام شو يقول؟ اعود بدني على ما اعتاد. شنو متعود؟ هذا الدكتور الطبيب كان متكئ منتكي انتصب هيك قاعد، قال له والله هذا كل الطب واول الطب واخر الطب، من اخذ هذه قاعده لنفسه لا يمرض ابدا. الدكتور يقول له اللي يعمل بهاي اللي انت ذكرتها، هاي كم حكايه، ما يتمرض اصلا ابدا. زين الزهراء سلام الله عليها تعرف هالاحكام ولا ما تعرف؟ تعرف كان شلون